الساعة دلوقتي 4:30 و5 الفجر. تمام. المفروض هنروح نركب القطر عشان نوصل طنطا. تمام. عايزة اقول لكم انه دي ودي قرروا يجوا معايا الرحلة. انا نايمة عادي. صباح الخير، انتي هتروحي لوحدك؟ احنا جايين معاكي. يلا. هنا كنت وصلت طنطا خلاص وراكبة الأتوبيس اللي هيوصلنا المكان المفروض الأتوبيس أو الأتوبيسات مستنيانا فيه علشان نتجمع كلنا. ركبنا الأتوبيس على حدود أو اتحركنا على حدود الساعة 8:30. كنا بنقول دعاء السفر. اوريدي اتأخرنا أصلا على ما اتحركنا، وعلشان اتأخرنا كده البروجرام بتاعنا اتلغى منه شوية حاجات، لأن كمان الطريق كان طويل قوي. فعلى ما وصلنا اوريدي الفيوم كنا خدنا وقت طويل قوي. هنا كنا وصلنا أول استراحة عشان لو حد حابب يشرب حاجة أو يريح أو كده. بعد كده ركبنا تاني الأتوبيس عشان نتحرك بقى على الفيوم. البنات هما اللي كانوا واخدين الموبايل، كانوا حابين ان هما يعملوا الفلوج هما. هنا بقى الصحراء كان بدأت ملامحها تبان، والطريق كان حلو جدا. حرفيا انا بحب الطريق ده بطريقة مش طبيعية. جو الصحراء، وبعد كده اصلا لما بحيرة قارون كمان تبدأ تبان هيكون الفيو او المنظر بجد ولا اروع. وهنا كنا وصلنا تاني استراحة. خلاص وصلنا الفيوم، مكان اسمه قرية تونس او تبع قرية تونس اللي موجودة في الفيوم. هاي، خليني اقول لكم ابديت سريع للي حصل النهارده في يومي من ساعه ما خرجت من البيت. زي ما انتم شايفين انا خرجت المفروض الساعه 5:45 مثلا او 4:30 او كده. اول ما وصلت المحطه المفروض ان انا كنت اركب قطر اللي هو كان اوريدي 5:15. طبعا انا خارجه من البيت اصلا 5:15، فطبيعي ما لحقتش القطر مشي. فقلت اوكي خلاص هنشوف حاجه تانية، نركب مواصله تانية. هنقول خلاص الساعه كانت 5 فمستحيل تكون المواصلات شغاله. بس يعني الحمد لله لحقنا حاجه تانية شغاله، عربيه وشغاله انها تنقلنا طنطا وكده. بس وانا في المحطه اللي حصل ان المايك وقع انكسر. فانا بقى حسيت انه ايه ده اليوم اللطيف ده. بس تاني بصيت في نص الكوبايه المليان وقلت تمام مفيش مشكله وهنخلي اليوم لطيف باي شكل. فالمهم احنا دلوقتي المفروض الساعه 11 او 11:30 مش عارفه بصراحه. فاعتقد ان احنا خلاص يعني بس في الاستراحه دي المحطه الجايه على طول نكون وصلنا يعني. فاول ما نوصل بقى هصور لكم ونبدا اليوم على طول. بدأنا نتحرك تاني بعد كده اعتقد على حدود الساعة 12 او 12:30 كده. بدأنا بقى زي ما انتم شايفين نشوف بحيرة قارون. المنظر تحفة حقيقي، والميكس ما بين اللون الازرق مع الصحراء مع شوية الخضار ده حقيقي كان حلو جدا. انا كنت مستمتعة بالطريق بطريقة مش طبيعية. احنا المفروض وصلنا خلاص دلوقتي وادي الريان. اوكي خليني اوريكم بس الفيو من هنا قد ايه تحفه. واو يا جماعه مش متخيلين بجد قد ايه حلو. سوري. تحفه. I'm dying.
انا عيني وجعتني من كتر انا بس الشمس حرفيا مثلا وقفت في الشمس ثانيتين صعبة، مع ان احنا حرفيا في شهر 11. صعبة اوي بس تحفة. الفيو تحفة اصلا. المية مع الشمس فظيعة، تحس انه دهب بيلمع كده عمال بيتلألأ، حلو اوي. انا مغرمة بالفيو والمكان. المكان هنا كان في وادي الريان، كان تحفة حقيقي. الطبيعة فيه حلوة قوي، حتى الماركت بتاعهم كان حلو قوي، حاجات بجد ممتعة، والألوان وكل حاجة. بس كل مشكلتي بجد إن الجو كان صعب قوي. بصوا أصلا كل الحاجات دي هاند ميد، هما اللي عاملينها، تحفة جدا، وأسعارها كمان رخيصة قوي بجد. أنا كنت مبسوطة قوي. بس كل اللي كان مضايقني حقيقي الشمس، إن أنا ما قدرتش أستحملها، لان انا عندي حساسيه منها في عيني وفي جلدي، فما كنتش مبسوطه خالص بدرجه الحراره او الشمس اللي ما كانتش طبيعيه. بدأنا بقى نشوف الشلالات. الشكل كان تحفة بجد يا جماعة، انتوا مش متخيلين قد ايه كانت حلوة. مع اني اصلا علاقتي بالمية مش احسن حاجة، انا عندي فوبيا من المية بطريقة مش طبيعية. بس انا كنت واثقة يعني اوكي المية هنا مش عميقة قوي، او مش هقدر اخاف منها قوي. بس كمان الشكل كان حلو قوي. حتى كان المفروض طبعا البروجرام ان احنا نركب فلوكة في البحيرة او كده. اه طبعا ما قدرتش اعمل حاجة زي دي، لان زي ما انتوا او زي ما قلت لكم انا فعلا بترعب من المية بطريقة مش طبيعية. بس كتوتال يعني، وكان الشكل العام وكده، فانا كنت مبسوطة قوي يعني. الفيو بالنسبة لي كان مريح. بس طبعا هرجع اقول تاني الشمس بالنسبة لي كانت صعبة جدا بجد، كنت متأثرة قوي. يا جماعه انتوا عارفين، حاسه انا ممكن انهي حرفيا الفلوج باليوم بكل حاجه دلوقتي، مجرد انا مش مستحمله الشمس. لا محدش قال لي ان الشمس مميته كده. انا قبل كده رحت الصحراء الغربيه والشرقيه، ورحت صحراء واتعاملت مع صحراء، بس كنا في شهر واحد. بس الصحراء مميته، مش قادره. الشمس مميته، فيها شويه ظل مش قادره. يا جماعه من غير ما تضحكوا عليا، انا لقيت حل. لانه جناب وشي ماتت من الشمس خلاص، مع يعني اكيد بشرتي اهم، اكيد مش عايزه اعجز. فحطيت طبقات صن بلوك على ايدي، وحميت جناب وشي من هذا الضوء او البتاع مش عارفه اسمه ايه بصراحه. عملت كده عشان خلاص مش قادره استحمل. يعني اوكي عايزه استمتع، بس ده مش استمتاع، ده حرفيا سلق. انا حرفيا شامه ريحه شياط جلدي او هدومي، شامه ريحه شياط حاجه حرفيا. هنا كنت قررت انه لا خلاص كفايه، انا مش قادره استحمل الشمس اكتر من كده. فقررنا نقعد في الكافيتيريا بتاعه المكان في الظل، لانه اصلا وشي كان حرفيا باظ بسبب الشمس، فما كنتش مستحمله بصراحه. المهم كنت باكل بروتين بار، وهنا كان البنات كانوا بيعملوا تيك توك، وانا كنت بصراحه مبسوطه قوي، كنت معجبه باللي هم بيعملوه، حتى عملت معاهم فيديو كمان. بس اكيد مش هنزله لكم عشان هيبتي وكده، انتوا فاهمين. الشمس كانت بدأت تغرب في الوقت ده، كان المنظر أصلا تحفة. واللون بتاع الشمس كده كان لونه أورنج كده زي ما انتم شايفين، بجد كان حلو قوي. يعني الفيو في المكان كتوتال بصراحة كان حلو قوي. بس يعني لو عايزين تروحوا بجد لازم تروحوا في شتاء أكتر من كده عشان تقدروا تستحملوا الحر. كنا خلاص قررنا ان احنا هنمشي من وادي الريان، وقرروا هما يروحوا يعملوا ساند بوردنج او كده. من هنا بقى بدأت الرحلة تكون ممتعة بالنسبة لي بطريقة مش طبيعية. أنا أصلا جيت عند البوينت اللي أنا كنت حرفيا طالعة عشانها.
بصوا، هو منظر الغروب في الصحراء كان تحفة، كان لونه بينك كده فظيع بجد. السحاب مع الميكس بتاع المية مع الرمل كان فظيع. والطاقة المكان معرفش، أنا كنت حاسة بطاقة مش طبيعية، كنت حاسة بسكون مش طبيعي، فكنت مبسوطة جدا بجد. طاقة المكان فظيعة، حلوة بطريقة مش طبيعية. فكرة السكون، فكرة تحس بغض النظر عن إن الأشخاص دول كلهم موجودين هناك، بس فكرة إن أنت موجود في المكان ده لوحدك، سكون، والسما فوقك مفتوحة منك لربنا. طاقة المكان تحفة. أنا مش متضايقة بس من كتر ما المكان طاقته عالية بطريقة مش طبيعية. حاسة مبسوطة أوي بجد. كنت محتاجة كده فعلا، حقيقي كنت محتاجة الصحراء. أنا بحب الصحراء أوي من ساعة ما أنا كنت في الكلية، وكنت المفروض عشان جيولوجيا وكده فكنا بنروح الصحراء. فمن ساعتها وأنا حرفيا عشقت الصحراء، بعشقها بطريقة يعني لو جيتوا تخيروني ما بين مكان أعيش فيه خضرة أو كده ولا صحراء، أكيد هختار صحراء. تحفة بجد، حلو أوي. عارفين فكرة إنه في العادي أنت أفكارك في صراع جوه ما بين أفكارك مش طبيعي، أنت أصلا مش بتقدر تسمع نفسك أو صوتك الداخلي من كتر ما فيه دوشة جوه، واحد عمال يتكلم كتير وكده. فأنا دلوقتي حاسة بسكون مش طبيعي، حاسة بسكون جوايا، مش سامعة صوت أي حاجة جوايا غير إني مبسوطة وبس. مش عارفة حاسة يمكن أكون كئيبة، بس أنا مش كئيبة. إنه كله هناك عمال يعمل سكيتنج، وأنا مش حاسة إن أنا حابة كده. أنا أصلا جاي هنا عشان كده، أنا جاي هنا عشان أنا كنت محتاجة اللحظة دي، إنه أحس بالسكون ده، أحس بإنه مني للسما، أفكاري الداخلية تهدى شوية، أخد طاقة المكان، لأنه طاقة المكان ولا أروع، حقيقي الصحراء ولا أروع. هنا كنت بدأت أقعد مع نفسي كده وأعمل تأمل لوحدي، أحس حرفيا إن أنا سامعة صوت كل خلية في جسمي، مقربة لكل حاجة حرفيا في جسمي، مش سامعة صوت أي دوشة أو أي حاجة جوايا تعكر تفكيري أو تعكر حتى مشاعري. كنت حقيقي مبسوطة جدا. لحظة تأمل كده كانت بالنسبة لي ولا أروع. حاسة إنه أنا أصلا مش بعيط عشان أنا متضايقة، في ليفل كده من الانبساط الواحد بيوصله، أو ليفل من السلام الداخلي الواحد بيوصله. أنا حاسة إن أنا واصلة له حقيقي. بعد ما خلاص شفنا منظر الغروب، قررنا نروح مكان فيه قعدة عربية ونلعب اونو ونتجمع كلنا مع بعض. اعتقد انه خلاص الفلوج كده خلص. هما بقى عمالين التاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميس من قدام كده، اليوم خلص خلاص. مش عارفه الساعه كام دلوقتي، بس حرفيا هموت وانام لان انا ما نمتش، ويوم متعب طويل. بس حقيقي مبسوطه، حاسه في شويه طاقه سلبيه كده طلعتهم من جوايا. بس اتمنى بقى الفيديو يعجبكم. باي باي، او تصبحوا على خير، او صباح الخير لو بتشوفوا الفيديو بدري. باي.